اهلا بكم في برنامج العالم، ما تنسوش اشتراك ولايك وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. فيديو النهارده عن الهجاص رضا عبد العال. يعني قلت لكم ده هجاص بيهجص على الناس كلها. واحد يعني عمل له مرض نفسي وتعب نفسه وعمل له عقده نفسيه. هو مش طبيعي، واحد بيعمل تعصب وفتنه في المصري. هو منبع للتعصب وفتنه في الرياضه المصريه. طبعا هو شخص كاره وحاقد وغدلاوي جدا تجاه النادي الاهلي. لا عمل له مرض نفسي وعمل له تعب نفسي وعمل له عقده نفسيه بجد يعني. فطبعا هو بيحب يسير الجدل بكلامه بتاع تعصب فتنه وبيحب الترند واللقطه. فطبعا هجصر طبعا هو بيقول كلام بشع عن النادي، كلام غير محترم عن النادي، كلامه بينم عن التعصب فتنه بالمصريه. طبعا هو بيقول كلام كله كذب وافتراءات عن النادي، بيقول حاجات اصلا مش موجوده على ارض الواقع، بيقول حاجات اصلا من وحي خياله. فواضح الاهلي عامل له مرض نفسي وعامل له تعب نفسي وعامل له عقده نفسيه بجد يعني. فطبعا هجصر رضا عبد الله طبعا هو ب 100 وش بتلاقيه ما عندوش شخصيه اصلا، ما عندوش مبدا في حياته، في تلسوع منافق ومدرس وكذاب وانه بيقرا وبيغل وبيحقد. والشر من قبله تجاه النادي الاهلي عمل مشكله وعمل عقده من سنين لانه بيكره وبيغل تجاه نادي الاهلي. طبعا فيديو بجد والله العظيم حاجه يعني في منتهى الكذب وحاجه غير محترمه وحاجه منتهى التعصب فتنه. تعال شوف معايا كده. اقول لك على حاجه، قول لي. الاداره مش ضحت بريبيرو عشان ما حدش يهاجم الاداره، عشان ما حدش يهاجم الاداره ولا لا؟ يعني والله عايز اقول لك يا هجاص زي ما قلت قبل كده، الاهلي هيفضل واجعك ومضايقك يا هجاص، وهتفضل تتكلم عن النادي الاهلي لان هو مربي لك الخفيف ومجننك. يا هجاص طلع بيقول الاداره ضحت بريبيرو عشان ضحت بريبيرو عشان يمشي، عشان جماهير الاهلي ما تهاجمش الاداره. يعني حاجه تضحك بجد والله العظيم، حاجه تضحك ومنتهى الكوميديا. عارفين ريبيرو ده اللي هو مدرب اللي هو ما عملش حاجه مع النادي الاهلي؟ عارفين ريبيرو ده لو مدرب نجح جدا جدا زي امثال مثلا كتير جدا مدربين عدوا على النادي الاهلي اللي نجحوا مع النادي الاهلي وماشي بنجاح جدا مع النادي الاهلي، والله العظيم هيطلع يقول لك مدرب، هيطلع كده يقول لك مدرب فاشل. هو كده بص يعني يا جماعه، بص اقول لكم على حاجه، اي مدرب ناجح وماشي مع النادي الاهلي حلو يقول لك عليه ده مدرب فاشل، لكن يكون مدرب ما عملش حاجه من اداء واداء وحش يقول لك ده اتظلم. يقول اتظلم ايه؟ يعني اي اداره في مصر لو معاها مدرب ده الطبيعي هيمشيه على طول. اي اداره في مصر هيمشي المدرب، هيمشي المدرب اللي هو في كل يعني ما فيش خطه فني في كل حاجه، فطبعا الطبيعي هيمشي. لكن يقول لك ضحى، هو مش ده حاجه يقولها، لان هو زي ما قلت لكم بيدافع عن اللي هو مدربين اللي هم مش الناجحين، لكن المدربين الناجحين زي ما قلت لكم بيقول عليه اللي هو مدرب فاشل والكلام ده. لكن انا قلت لكم اللي بيقولوا ده اللي هو كان عمل اداء جامد ومش عارف ايه، كان طالع هاجمه وقال لك ده مدرب فاشل ومش عارف ايه والكلام ده. يعني قلت لكم قبل كده اللي هو بيقول كده عشان خاطر يطلع الناس كلها اللي هو ضحى، ويقول لك ما فيش الكلام ده يا جماعه. هو حقد وغل تجاه النادي الاهلي ومتضايق طبعا ان هو الاهلي هيدور على مدير فني، ان هو عارف المدير الفني روبيرو المشي ده عارف اللي هو ما عملش حاجه مع النادي الاهلي، فهو متضايق وحقد وغل تجاه النادي الاهلي، مربي له خفيف ومجننه ومضايقه ووجعه قوي يعني. فطبعا هجصر عبد الله طبعا هو قلت لكم هو بيحب يسير الجدل بكلامه بتاع تصفيتنا وبيحب الترند واللقطه. طبعا هجصر رضا عبد الله طبعا هو كاره للنادي الاهلي كده على النادي الاهلي. رضا عبد العال اعرف حجمك قبل ما تتكلم عن النادي الاهلي. استني في حلقه بكره من برنامج العالمي. السلام عليكم. رايح للاهلي انسى